السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. هو ايه الفرق بين شخص بيقعد 20 سنة في حياته لو هيحوش كل جنيه من مرتبه لمدة 20 سنة مش هيجمع مثلا 1,000,000 جنيه، ولو جمع 1,000,000 جنيه مش هيجيبوله شقة؟ ايه الفرق بينه وبين شخص ممكن يجيب ال1,000,000 جنيه ده في شهر مثلا؟ الفرق بين ده وبين ده ان ده شخص اعتمد على يعني تواجده مثلا في الشغل او تواجده بشكل مستمر، اما التاني اعتمد على مهارة هو اتعلمها، والمهارة دي ممكن يأديها لكذا شخص. على سبيل المثال مثلا واحد اتعلم انجليزي وبقى بيدي كورسات اونلاين، بيخش له الاف الطلاب وكل واحد بيدفع اشتراك، فهنقارن ده بده؟ لا مستحيل طبعا. اكن ده اللي هو مثلا بيدرب الاف الاشخاص، اكنه ب 200 300 400 موظف رايحين الشغل. انت متخيل الموضوع عامل ازاي؟ فلو مش لاقي حاجة تعملها في حياتك او مش لاقي حاجة تنور لك الطريق، على الاقل ابدأوا اتعلموا لغة، ابدأوا اتعلموا انجليزي، ابدأوا اتعلموا حاجة اسمها شادوينج. تخش على اليوتيوب وابحثوا عنها. ناس بتتكلم مثلا لقطة من مقطع معين يقعد يتكرر وانت تفهم الكلام ده اتقال ازاي وكده. اتعلم انجليزي، علم الناس انجليزي. على الاقل دي بدايه. انا ما بقول يعني مش بقول لكم اتعلموا انجليزي، ده خلاص ده بقى شيء اساسي، بس على الاقل دي بدايه. لما تتعلم انجليزي هتلاقي محتوى باللغه الانجليزيه اصلا مش متوفر بالعربي، ده يفتح لك مجالات وفرص اكتر، هينور مخك. لما تبدا تنجز وتتحرك من مكانك وتبدا تتعلم لغه، ده هيفتح لك حاجات كتير في حياتك انت ما كنتش متخيلها اصلا. فانت ابدأ خطوة بسيطة، او انت بداية خطوة بسيطة بس، وان شاء الله على الاقل الخطوة دي تحرك جسمكم، تحرك وتنشط الدورة الدموية في جسمكم، تأهلكم ان انتوا تجيلكم افكار تانية، حاجات تانية، ممكن مشروع تعمله وربنا يكرمكم عن طريقه. اما ان انت تخلص وتعتمد على شغل معين او تروح من وقت معين لوقت معين طول حياتك، مش احسن فكرة. السلام عليكم.